ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير على حسب أيديولوجيتك والوقت اللي بتشوفنا فيه. مش جايين نزعل حد، بس سمعنا أخبار كتير الفترة اللي فاتت عن موجة جديدة ظهرت اسمها تكوين، واللي ظهر قصادها تحصين. بس واضح إن الموضوع كبير، وزي أي حد عصري من العصور الوسطى بيتقدم فرسين من الجيشين اللي بيحاربوا بعض للقتال، واللي بيكسب لا عادي، ما بيحصلش حاجة، بيحاربوا كلهم بعض برضو عادي. قناة برتقان، بنجيب المفيد. الفارس عندنا النهارده من الجناح التنويري الباحث إسلام البحيري، ومن الجناح المدافع عن الدين الشيخ عبد الله رشدي، واللي المفروض هتكون بينهم مناظرة في وقت ما قريب. لحد وقت إذاعة الحلقة دي ما حصلتش، بس ممكن تتلغي إن شاء الله. إسلام اتولد من 50 سنة في قرية اسمها قرية السفلاء في سوهاج، وده أول حاجة تخليك تشك فيه، لأننا فاكرين من زمان إنه من البحيرة. إسلام دايما بيثير الجدل بآرائه عن البخاري، وإنه كان بيحط أحاديث بمزاجه وكلام كتير ما ينفعش نقوله هنا علشان حرام. الراجل بيغلط في البخاري حرفيا، بس برضه للحيادية الراجل بينادي بتنقية التراث وعرض الأحاديث دي مرة تانية على لجان وعلماء، وبيتم تنقيتها والتحقيق فيها مرة تانية، لأن فيها لضد المنطق والعقل، ده على حسب كلامه طبعا. وإن وسائل التحقق من الأحاديث زمان كانت بدائية ومش موثوقة وقايمة على الثقة. يعني انت واثق في اللي بيقولك الحديث ده ومعروف عنه انه ابن حلال، بس مش شرط ده يكون حقيقي. المهم يعني بيكمل اسلام وبيقترح اننا نسيب اللي ماشي مع زماننا وعصرنا واكتشافات العلم حسب كلامه برضه. اسلام معاه ماجستير دراسات اسلامية من جامعة ويلز في بريطانيا. غالبا اللي ناقشه في الماجستير الشيخ ديفيد. ولا يا ديفيد قول ان شاء الله. طبعا اسلام واجه انتقادات كبيره من كل المؤسسات الدينيه، واستجن في 2015 في قضيه ازدراء، بس طلع بعفو في 2016. ودلوقتي هو عضو في مؤسسه تكوين اللي بتضم كوكبه من المفكرين زي ابراهيم عيسى ويوسف زيدان وفاطمه نعود والراجل ده. انا عندي فضول، يعني عندي نوع من الفضول تجاهك. حاسس انك شدتيني. شدتك منين؟ وناس كتير مش معروفين كمان. في الناحيه التانيه الشيخ عبد الله رشدي. عبد الله اصغر من اسلام ب10 سنين، وظهر فجاه، حرفيا فجاه بعد ثوره يناير، كشخص بيتكلم باسم شيخ الازهر، والازهر نفسه في القنوات والسوشيال ميديا، اللي فجاه هي كمان بقى كل الهيئات الوظيفيه في البلد عاوزه تدخلها وتكلم الناس اللي عليها. كل الاسلاميين وقتها قالوا في نفس واحد جايب لنا واحد مبتدع وبنجموه كالعاده. الغريبه ان سرعان، وانا بقول سرعان ما لقوا ان الشيخ عبد الله بيقول كلام قريب ليهم، يعني ممكن يمشي. كسلفيين لقوه حلو، وكاخوان لقوه مش وحش، وكاشاعره لقوه تمام، وكصوفيه لقوه شغال، طبعا ده مش علشان هم متفقين على كلام معين، بس لأنه ما كانش بيتكلم في الدين أكتر ما كان بيهاجم الناس التانيين، بيرد على العدو المشترك، يعني اللي هما بقية ال7 مليار واحد اللي قرفنا في عيشتنا ومش عاوزين يؤمنوا باللي احنا مؤمنين بيه، رغم كل الأدلة اللي قالها لهم الشيخ عبد الله. وخصوصا كمان إنه كان بيخبط في المسيحيين وما بيهموش، وآراءه الجريئة في الستات وآراءه المتينة في الترندات، ده كل ده عموما طبعا، واللي شكلت وعي كتير من جيل زد اللي كبر على إن مش مهم اللي بيتقال ده. أكيد الشيخ عبد الله عنده رد، فاحنا تمام. اسلام وعبد الله عملوا مناظرات قبل كده، قبل تكوين وتحصين، وكان دايما اسلام بيخسرها لانه بيخاف يقول اللي هو عايز يقوله على التلفزيون مباشر، وعبد الله كان ما بيصدق يزنقه. واي مناظره جديده مش هتكون مختلفه، وايا كان المنتصر فيها، برضه الجيشين اللي من العصور الوسطى هيحاربوا بعض كده. لو عجبك الفيديو بص، لو ما عجبكش الفيديو دوس لايك وقول لنا ليه ما عجبكش في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناه علشان عندنا حكايات كتير انت ما تعرفهاش. وما تقلقش، ما بنعتمدش مصادر، عارفين انك مش بتحب تقرا.